السلام عليكم. نايف أجرد يلتحق بتدريبات ويست هام استعدادا للموسم الجديد. التحق الدولي المغربي نايف أجرد بتدريبات فريقه ويست هام يونايتد استعدادا للموسم الكروي الجديد، وانضم أجرد لتدريبات فريقه بعد انتهاء عطلته السنوية، حيث انخرط ضمن التدريبات الجماعية خلال فترة تحضيره للموسم الجديد. وينتظر من نايف أجرد حسم مستقبله مع ويست هام، إما البقاء أو الانتقال إلى فريق آخر، خاصة وأنه يحظى باهتمام من بعض الأندية خارج إنجلترا. فانربخش التركي يقترب من حسم صفقة نصيري. اقترب فانربخش التركي من حسم صفقة الدولي المغربي يوسف نصيري، مهاجم وهداف إشبيلية الإسباني، خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الحالية. ووفقا لما أوردته تقارير إعلامية تركية، فإن إدارة فانربخشة قطعت أشواطا مهمة في مفاوضاتها مع إشبيلية للتعاقد مع النصيري مقابل 20 مليون يورو. وحسب نفس المصدر، فإن جوزيف مورينيو مدرب فانربخشة الجديد تواصل مع المهاجم يوسف نصيري لإقناعه بقبول العرض والانضمام للنادي التركي. ويشار إلى أن يوسف نصيري قدم موسما مميزا مع إشبيلية الإسباني، ما جعله يحظى باهتمام أندية مختلفة، إذ يحظى أيضا باهتمام ويست هام الإنجليزي وميلان الإيطالي. فيورنتينا ينتظر قرار يونايتد بشأن أمرابط. لا يزال موقف المغربي سفيان أمرابط نجم وسط فيورنتينا معلقا بعد نهاية فترة إعارته مع مانشستر يونايتد. ولعب أمرابط الموسم المنصرم بقميص الشياطين الحمر على سبيل الإعارة، وانتهت فترة إعارته بنهاية شهر يونيو الماضي. ولم يتخذ النادي الإنجليزي حتى الآن أي قرار بشأن البقاء على خدمات أمرابط، فيما لم يدل فيورنتينا بأي تصريحات حول حالة اللاعب. وقال فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي: مانشستر لم يتخذ أي قرار حتى الآن حول مستقبل سفيان أمرابط. لا تزال قصته مع اليونايتد مفتوحة. قبل نهاية الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. دمت في رعاية الله، ومع السلامة.